السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بزيارة في المغرب برفقتكم. والما يعرف المغرب هي دولة صغيرة نسبيا تقع في الجزء الشمالي الغربي من القارة الأفريقية، ولها شواطئ طويلة امتد من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي. أفضل 10 مواقع للسياحة في المغرب هي: أول موقع سياحي موجود في المغرب هو مدينة سيدي إفني. ومدينة سيدي إفني هي مدينة ساحلية جميلة جدا تقع على الساحل الجنوبي الغربي للمغرب، وتعرف بشواطئها الجميلة ومواقع ركوب الأمواج الرائعة. وبالمناسبة رياضة ركوب الأمواج منتشرة في المغرب لوجود شاطئ طويل. ثم نغادر الشاطئ ونذهب إلى مدينة الرباط، والرباط هي العاصمة المغربية، تعرف بشوارعها الهادية وأشجار النخيل والمدينة القديمة. وكذلك يحتوي على القصور الملكية. ومن الرباط نسافر شمالا حيث توجد مدينة مكناس. مدينة مكناس تعرف باسم مدينة المئة مأذنة، وتتميز بالحرف اليدوية والعمارة المغربية والأندلسية، ومآذنها العالية تحكي عن روعة العمارة الإسلامية. ومن هنا نتجه غربا إلى مدينة شفشاون، وهي مدينة تقع بين جبال الريف في الشمال غرب المغرب، تعرف بأزقتها الضيقة المتعرجة والمباني المطلية باللون الأزرق. وتعال نزور مدينة تمتاز بالأصالة والعراقة، وهي مدينة أصيلة مدينة ساحلية تقع على الساحل الشمالي للمغرب، تعرف بتاريخها المجيد والتحصينات التي بقيت من العصور الماضية. وتعالوا نترك العصور الماضية ونركض على الساحل حتى نصل إلى الصويرة، وهي مدينة ساحلية تقع على الساحل المحيط الأطلسي في المغرب، تعرف بشواطئها الجميلة والأسواق الملونة. وتعالوا نذهب إلى فاس، وحيث يقول المثل الشعبي: فاس خلفها ما في ناس. فاس مدينة تقع في الشمال المغرب، تعرف باسم مركز الحرف اليدوية في المغرب، وتتميز بالأسواق الملونة والمتاحف والمطاعم. وكلكم سمعتم عن كرة القدم بالأسود الأطلسي، هو منتخب المغرب لكرة القدم، حيث توجد مناطق الأطلس الكبير، سلسلة جبال تمتد من ساحل المغرب باتجاه الشرق، تعرف بجبالها الشاهقة والمناظر الطبيعية الخلابة. وكده قرية تقع في شرق المغرب تعرف بكثبان الرمل الهائلة في الصحراء الكبرى. وآخر مدينة نزورها هي مراكش. مدينة مراكش تقع في وسط المغرب، تعرف باسم المدينة الحمراء، وتميز بالأسواق الملونة والمتاحف والمطاعم. وكده خلصنا زيارتنا في المغرب. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك. وفي نهاية كلامي عندي سؤال: ما هي أكثر منطقة عجبتك في المغرب؟ وهل لديك رغبة في زيارة المغرب؟ أنا منتظر إجاباتكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.